حبايبنا في اولى ثانوي خلصنا الشرح وجه ميعادنا مع الحل. ان شاء الله النهارده هحل لك اسئله كتير جدا هتلاقيها بالنص في الامتحان، مش عايزك تقلق من حاجه، سمي الله ويلا بينا نبدا. السؤال الاول: لقد برزت القاعده الايكولوجيه الاولى عند اليونان حينما سعوا الى وضع تحليلات لنظام الطبيعه وتناسقها. بيتكلم هنا عن اليونان، فلاسفه اليونان. بيكلمك في السؤال عن فلاسفه اليونان، بيحللوا الطبيعه، يعني بيفكروا في الطبيعه، بيفكروا في اصل الكون. اللي اتكلم عن اصل الكون سقراط، افلاطون، ارسطو، هم اعظم فلاسفه اليونان كانوا بيتكلموا عن اصل الكون. يبقى دي مرحله اسمها التفسير والتوظيف. هنختار مرحله التفسير والتوظيف. السؤال الثاني: يقول جون دوي: الطبيعه كما هي موجوده سلفا لم تعد شيئا يجب قبوله والخضوع له، انها الان شيء قابل للتعديل، احنا ممكن نعدل فيها. انها شيء مادي نعمل تجاهه لكي نحوله، احنا بنحول الطبيعه لاشياء جديده تستجيب بشكل افضل لحاجاتنا. احنا عايزين نحول الطبيعه، عايزين نغير الطبيعه عشان نستفيد منها. يبقى دي مرحله الاستغلال والسيطره، ان الانسان بتاع مصلحته عايز يستفيد من الطبيعه. السؤال رقم 3: خلال القرن ال19 اختفى حوالي 45 نوعا من الطيور، بعضها بالوطن العربي زي مثلا الفهد الاسيوي، اختفى طيور كتير جدا زي الفهد الاسيوي، وبعضها بالمغرب العربي مثل الدب الأطلسي، وذلك لملاحقتها بالشباك والأسلحة النارية المتقدمة. يبقى أنا بكلمك عن مرحلة القهر والاستبداد، أن الإنسان ابتدى أن هو يأذي الحيوانات، ابتدى أن هو يصطاد أنواع كتير جدا من الحيوان. دي مرحلة القهر والاستبداد، مش استغلال وسيطرة. ليه؟ لأن الاستغلال والسيطرة أنا مش هأذي أي حاجة، أنا مش هضر البيئة، ولكن في القهر والاستبداد الإنسان ابتدى أن هو يدمر في البيئة. يبقى دي مرحلة القهر والاستبداد. يقول الشاعر محمد إقبال: عبدوا الكواكب والنجوم جهالة لم يبلغوا من هديها أنوار. بيتكلم هنا عن عبادة الطبيعة، عبادة الشمس، عبادة القمر. الناس اللي كانت زمان بتعبد الطبيعة، مرحلة التقديس والتأليه، مرحلة التقديس والتأليه. السؤال رقم 5: حصلت المصانع والممارسات الغير حساسة تجاه البيئة. بيتكلم هنا عن ممارسات وحشة تجاه البيئة في الحرق والتخلص من النفايات من الباب الخلفي وتجميع المواد الخام دون التفكير في استبدالها، الأمر الذي أدى إلى ضرر، ركز بقى في كلمة ضرر بالغ على الغابات. ضرر بالغ على الغابات. بيتكلم إننا الإنسان بيضر في البيئة، الإنسان بيضر الغابة. يبقى دي مرحلة اسمها القهر والاستبداد، أي حاجة فيها ضرر للبيئة قهر واستبداد. السؤال رقم 6: لقد كان التساؤل حول الطبيعة حاضرا بقوة عند أفلاطون. ركز بس عند كلمة أفلاطون، بيتكلم عن فلاسفة اليونان، وظهر ذلك في بحثه عن مسائل التشكل والنمو بالنسبة للكائنات الحية. أفلاطون ده فيلسوف بيفكر في الكائنات الحية. يبقى دي مرحلة التفسير والتوظيف، مرحلة التفسير والتوظيف. في إطار المبادرة الرئاسية عملنا مبادرة اسمها تحضر للأخضر. ظهرت بعض الدعوات للاهتمام بالبيئة، عايزين نهتم بالبيئة، عايزين نعمل حملات تشجير، يعني نزرع شجر كتير، التي لا تحتاج إلى سقي لتكوين مضادات طبيعية للهواء المشبع بالتلوث البيئي. احنا عايزين نحافظ على البيئة، عايزين نزرع شجر كتير. يبقى دي مرحلة الاحترام والصون، مرحلة الاحترام والصون. تعالى كده للسؤال رقم 8: تأكيد الإنسان أنه لم يكترف ما هو مشين للآلهة. ما كنتش بعمل حاجة وحشة، ولم يسبب ألما لأحد، ما كنتش بسبب ألم لأي حد، ولم يتسبب في جوع أحد، ولم يتلاعب بالميزان، ولم يغش في الأرض. ما كنتش بعمل أي حاجة تضر البيئة. دي اسمها تعويذة إعلان البراءة. تعويذة إعلان البراءة. كان بيقف قدام الإله العظيم يقول له: السلام عليك أيها الإله العظيم، إنني لم أصطاد الحيوانات، إنني لم أقطع الشجر، ما كنتش بأذي البيئة، ما كنتش بعمل أي حاجة وحشة في البيئة. اسمها إيه؟ اسمها تعويذة إعلان البراءة. السؤال رقم 9: إنه هو الذي يروي المراعي، هو المخلوق من رع إله الشمس ليغذي الماشية، هو الذي يسقي الأرض. ركز بس في كلمة يسقي الأرض الصحراوية عن الماء، ماؤه الذي سقط من السماء، أنه الذي يؤتي بالقوت، هو الذي يخلق كل شيء طيب ويخدم الناس. هو اللي بيسقي الزرع، وهو اللي بيخلي المية تنزل من السماء للأرض. يبقى معنى كده بيكلمك عن نهر النيل، تقديس نهر النيل. مستر عرفت ازاي ان هي؟ يبقى هو هنا بيكلمك عن تقديس نهر النيل، تقديس نهر النيل. مستر عرفت ازاي ان هي نهر النيل؟ عشان كلمة ماء،
الماء موجود فين؟ في نهر النيل. مش عايزة ذكاء يعني. السؤال رقم 10. بالنسبة للمجتمع المصري القديم، لو وجدنا أن أهل الوادي والدلتا اشتغل غالبيتهم بالزراعة، في حين أن المناطق الساحلية اشتغلوا بالصيد، مين اللي بيكلمك عن الزراعة والصناعة والتجارة؟ ابن خلدون. ابن خلدون اللي يكلمك عن الزراعة والصناعة والتجارة. امتى يا مستر اختار ابن خلدون؟ لما يكلمك عن العادات والتقاليد. اكلمك عن العادات والتقاليد، ده ابن خلدون اللي كلمك عن العادات والتقاليد، منها برضو الزراعة والصناعة والتجارة. سؤال رقم 11. قد يتعرض الفرد في فصل الشتاء إلى البرد والنزلات المعوية. أهو بيكلمك عن إيه؟ جالي دور برد، جاي نزلة معوية بسبب انخفاض درجة الحرارة. الجو بيبقى صعب جدا فبيجي لك برد وبيجي لك نزلات معوية. طب بيكلمك عن مين؟ بيكلمك عن ابن رضوان. نفتكر مع بعض كده ابن رضوان اللي اتكلم عن الأمراض. هيكلمك في السؤال عن الأمراض. يبقى أي سؤال بيتكلم عن الأمراض أختار ابن رضوان. طب أي سؤال بيتكلم عن العادات والتقاليد لسه حلنا فوق أهي. العادات والتقاليد ابن خلدون. جميل جدا. سؤال رقم 12. يميل أهل فارس القديمة إلى الغم. ناس هناك كانت متضايقة جدا، مكتئبة، والقلق على الرزق، ودايما قلقان على رزقه. والسبب في ذلك ضعف التهوية وغياب الشمس كليا عن تلك المباني القديمة، باستثناء بعضها ذات الطابع الأندلسي التي تكاد تشبه القبور بسبب الظلام الدامس والبرودة الرطبة. ده مكان وحش جدا، فالناس هناك بتبقى مكتئبة وزعلانة وحزينة. يبقى ده ابن خلدون اللي اتكلم عن تأثير الهوى على أخلاق البشر، هو ابن خلدون. سؤال رقم 13. لعب الموقع الفلكي دورا في توزيع الأمراض. خلاص طالما قال لك كلمة أمراض يبقى احنا بنتكلم عن ابن رضوان. السؤال ده اتعاد قبل كده، حلنا فوق. لما اكلمك عن البرد والنزلات المعوية اخترنا برضو ابن رضوان. طيب. السؤال رقم 14. يقول أحد المفكرين: يجب أن لا نولي الاهتمام بالكائن البشري وحده، ما نبقاش مهتمين بس بالإنسان. يجب أن تتوسع دائرة الاهتمام لتشمل عناصر البيئة الأخرى، وأن ننظر للإنسان كجزء من كل. الإنسان ده جزء، الإنسان عضو في البيئة، الإنسان مواطن في البيئة. طب مين اللي اتكلم عن إن الإنسان جزء من البيئة؟ ألديوبولد. الإنسان جزء من البيئة، أختار ألديوبولد على طول. قال إيه ألديوبولد؟ اتكلم عن حاجة اسمها أخلاق الأرض. بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن أخلاق الأرض. إيه هي أخلاق الأرض؟ التربة والمية والنبات والحيوان، كل حاجة في الأرض. سؤال رقم 15. إن لم نغير طريقتنا في التفكير فيما يتعلق بالعلاقة بين الجنس البشري وكوكب الأرض، نركز بقى في الجزء اللي جاي دي، فإن أولادنا سيرثون أرضا خرابا. بيتكلم عن الأجيال القادمة. طالما قال لك أجيال قادمة يبقى هانز يوناس أجيال قادمة، المستقبل. بكلمك عن المستقبل. السؤال رقم 16. أن المنطلق النهائي للعلم الحديث تتطلب قيودا أخلاقية وضعت عن طوعية واختيار للحيلولة. الحيلولة دي دون أن تصبح قوة الإنسان وبالا ولعن عليه مستقبلا. بيقول لك هنا مستقبلا، بيتكلم عن المستقبل. خلي بالك بيتكلم عن المستقبل، اختار هانز يوناس. طالما بيكلمك عن المستقبل عن الأجيال القادمة اختار هانز يوناس. طب امتى اختار ألديوبولد اللي كلمك عن أخلاق الأرض. هو عايز يحافظ على كل حاجة في الأرض، التربة والمية والهواء والنبات والحيوان، كل حاجة في الأرض. كده خلصنا تقريبا الدرس الأول اللي هو فلسفة البيئة. هندخل بقى على الدرس الثاني. في عام 1972 تم إجراء دراسة طبية. ركز بقى عند كلمة دراسة طبية على المرضى. هنعمل دراسة طبية على المرضى مقابل وجبات ساخنة. بيجيب المريض ويعزمه على وجبة، وفحوصات طبية مجانية، والدفن للموتى من المرضى. وكان يتغير طاقم العمل كل عام، ولا توجد بروتوكولات مكتوبة، وتم حفظ السجلات بشكل سيء يخالف ما سبق. طبعا الكلام ده كله بيخالف أخلاق البحث العلمي. امتى يا مستر اختار بحث علمي؟ لما اعمل تجارب اهو، لما اعمل تجارب على المريض. البحث العلمي ان انا بعمل تجارب على المريض. تعال نعمل تجربة على المريض يبقى اسمها بحث علمي. لما يقول لك تجارب على المريض اختار بحث علمي. السؤال اللي بعده سؤال رقم 18. يرى جان برنار أن اللجنة الوطنية الاستشارية لأخلاقيات علوم الحياة والمؤيدين للتجارب العلمية. تاني برضو بص بيقول لك إيه؟ تجارب علمية.
الاعتراف بمشروعية الدراسات العلمية. خلاص السؤال مش محتاج بقى. كلمة دراسة علمية معناها أخلاق البحث العلمي. طب إمتى أختار أخلاق العيادة؟ لما يقول لك إن الدكتور لازم يتعامل كويس مع المريض، لازم يحترم المريض، لازم يقدر المريض، يبقى دي اسمها أخلاق العيادة. طب إمتى أختار السياسة الصحية؟ كلمة سياسة صحية معناها الدولة، الحكومة. الحكومة لما تعمل قرارات دي اسمها سياسة صحية. بص هنا بيقول لك وضعت مصر قانون، مصر هي اللي حطت قانون بينص على أهو التأمين الصحي الشامل ويتكفل بتقديم الرعاية الصحية لكل مواطني الدولة. أي مواطن ليه تأمين صحي في الدولة. يبقى دي اسمها أخلاق السياسة الصحية. أخلاق السياسة الصحية اللي عملتها الحكومة أو الدولة يبقى اسمها السياسة الصحية. نفس الكلام برضو تعالت الدولة المصرية أهو، دولة مصرية عملت حملة اسمها 100 مليون صحة. 100 مليون صحة بيتكلم عن الدولة، بيتكلم عن الحكومة، بيتكلم عن وزارة الصحة. يبقى دي اسمها سياسة صحية. أخلاق السياسة الصحية. 21 يكون يناس في مسار العلاج يكون الطبيب ملتزما تجاه المريض. لازم الدكتور يكون ملتزم تجاه المريض. الحتة دي مهمة بقى نركز عليها اهو، ملتزما تجاه المريض وليس تجاه اي شخص اخر. انا كدكتور لازم اتعامل باحترام مع المريض، لازم اكون انسان ملتزم. يبقى معنى كده اسمها اخلاق العيادة. اخلاق العيادة. لقد اصبح جسم الانسان وجثته الانسجة والمنتجات البشرية. بيتكلم عن جسم الانسان، ان انا باخد اعضاء الانسان. يبقى معنى كده دي مشكله اسمها زرع الاعضاء، ان انا ممكن اسرق منك عضو عشان انقله لشخص تاني. يبقى معنى كده دي اسمها زرع الاعضاء، مشكله زرع الاعضاء. كان الاغريق اللي هم اليونان ينظرون للطفل الضئيل اللي هو القزم والطفل المصاب بمرض اسمه المنغوليه في اذعان لحتميه مستقبله الميؤوس منه، ان خلاص هو مش هيخف، فيلبسون ان يرموه من فوق جرف. جرف يعني مكان عالي. بيجيبوا الطفل اللي هو اصلا مش هيخف، عنده مرض خطير جدا ومش هيخف منه، وبيرموه من فوق مكان عالي. طالما بيقول لك ان هم بيتخلصوا منه بينهوا حياته يبقى اسمها الموت الرحيم. ان احنا بنموته يبقى اسمها الموت الرحيم. امتى اختار الموت الرحيم؟ لو واحد عنده مثلا مرض خطير او مرض ميؤوس من علاجه مش هيخف خالص، ممكن ان انا اخلص عليه، ان انا اموته، يبقى دي اسمها الموت الرحيم. يقول كانت لو كانت سعاده العالم باسره في قتل طفل بريء. لو احنا السعاده بالنسبه لنا ان احنا نقتل عيل صغير لكان العمل لا اخلاقيا، ده عمل غير اخلاقي، ما ينفعش تعمل كده اصلا. يبقى دي اسمها قيمه الحياه، ان انا عايز احافظ على حياه كل الناس، عايز احافظ على حياه كل الناس، دي اسمها قيمه الحياه. 25 يقول ابو قراط انني لن اعطي لاحد السم ان طالبني اياه، ولن ابادر الى مثل هذا، ولن اعطي لاي امراه اي جهاز اجهاض. ما ينفعش ان انت تموت اي حد. يبقى معنى كده هو عايز يحافظ على حياته، عايز يحافظ على حياته، يبقى اسمها قيمه الحياه برضه، قيمه الحياه. سؤال رقم 26 يرى الطبيب ابو بكر الرازي ضروره عدم اللجوء الى التجربه بدون علم ودرايه طبيه كافيه. ان انت ما ينفعش تعمل عمليه، انت كدكتور ما ينفعش تدخل تعمل عمليه وانت ما عندكش معلومات كافيه ليمارسها على المرضى. يبقى انت كده بتاذيه، انت كده بتضره. يبقى دي مبدا اسمه عدم الحاق الاذى. عدم الحاق الاذى، لان انت لو دخلت تعمل عمليه المريض وانت اصلا مش فاهم حاجه في الطب، انت ممكن تعمل كارثه، ممكن تموته. 27 شاب مريض بالسرطان وفي حاله متوسطه، عرض الطبيب المعالج حالته الصحيه عليه ونصحه ان يتم تدخل الجراحي لاستئصال الورم. بيقول لك في انتظار رده حتى يباشر الطبيب عمله، انا مستني منه الرد، يبقى انا باخد رايه. يبقى معنى كده اسمها استقلاليه فرديه، ان انا اخد راي المريض، احترام الاستقلاليه الفرديه. يعني ايه كلمه استقلاليه فرديه؟ ان انا اخد راي المريض، ان هو صاحب القرار. 28 اشارت الابحاث العلميه انه على مستوى الممارسه اليوميه لرساله الطبيب، بيعمل ايه بقى الطبيب؟ يمتلك مهاره توزيع الوقت ويتعامل مع جميع المرضى، يوزع وقته بين جميع المرضى، مفيش فرق بين غني وفقير. يبقى دي اسمها المساواة، العدل والمساواة. 29 يقول جون ويليامز منذ إعلان حقوق المرضى في 1995 يرى المرضى أن التصرف في صحتهم من حقهم، إن المريض هو صاحب القرار. طالما قال لك المريض صاحب القرار يبقى اسمها طواعية. المريض هو صاحب، اكتبها لك كده، المريض صاحب القرار، دي اسمها طواعية، ان هو صاحب القرار، ان هو اللي ياخد القرار. اخر سؤال، في حالة التدخل الجراحي او شبه الجراحي يلزم الحصول على، ركز في كلمة اقرار كتابي، امضي، لازم تمضي ان انت موافق، يبقى اسمها موافقة. كده خلصنا الدرس التاني مع بعض.
خلصنا الدرس الاول حلينا عليه اسئله 15 سؤال تقريبا، وخلصنا الدرس الثاني حلينا عليه برضو 15 سؤال. هنكمل مع بعض بقى الدرس الثالث. التعامل الاخلاقي يكسب الفرد والمؤسسه سمعه حسنه. مهمه قوي كلمه سمعه حسنه دي. كلمه سمعه حسنه معناها ايه؟ صوره ايجابيه، ان انت واخد عني فكره كويسه. الصوره الايجابيه. تنص ارشادات. كلمه ارشادات معناها قوانين. ايه اتش الصحيه، مش مشكله. قال لك منع تسريب المركبات العضويه المتطايره من معدات التشغيل من اجل الحفاظ على سلامه. ركز بقى في كلمه سلامه البيئه اهي. كلمه سلامه البيئه، لازم احافظ على سلامه البيئه. ليه؟ لانها دي مسؤوليه قانونيه. ان في قانون بيقول لك ان انت لازم تحافظ على البيئه، فدي اسمها مسؤوليه، الالتزام بالمسؤوليه القانونيه. سؤال رقم 3. تطوير القدرات المهنيه، ان انت تطور من الموظف بتاعك ومساعدته على التعرف على اخر المستجدات. اهو بساعده ان هو يطور من نفسه. يطور من نفسه يبقى اسمها تحسين الاداء. ان انا بطور من نفسي دي اسمها تحسين الاداء. تنص الماده رقم 7 من لائحه اداب المهنه انه لا يجوز للطبيب ان يتقاسم اجره مع اي من زملائه الا من يشترك معه في العلاج، كما لا يجوز ان يعمل وسيطا لطبيب اخر او اي مستشفى اخرى. يبقى بيتكلم عن الماده رقم 7. ده دستور، خلي بالك، ده قانون. الماده رقم 7 ده كده كلام قانون. سؤال رقم 4. تنص المادة رقم 7. ركز بقى في كلمة المادة رقم 7 من لائحة آداب المهنة أنه لا يجوز للطبيب أن يتقاسم أجره مع أي من زملائه. ما ينفعش يقسم الفلوس بتاعته مع أي من زملائه إلا من يشترك معه في العلاج. لازم يكون مشترك معاه في العلاج بجد. كما لا يجوز أن يعمل وسيطا لدى طبيب آخر أو مستشفى بأي صورة من الصور. يبقى أنا بتكلم هنا عن المسؤولية القانونية. عرفتها إزاي؟ بص الأول كلمة تنص المادة رقم 7 دي اسمها مسؤولية قانونية، كلام موجود في الدستور. السؤال رقم 5 بيتكلم عن تقوم هيئة السكك الحديدية بعمل جرد لكل مخازنها. بنعمل جرد للمخازن وتحديد قطع الحديد الخردة التي يمكن، ركز بقى في كلمة إعادة استغلالها، تعالى نستغلها. حديد الخردة اللي عندنا ممكن نستغله، أو بيعها، وتحديد عدد العربات المتهالكة وتغييرها بأخرى جديدة، وتغيير لوحات الإشارات القديمة بأخرى إلكترونية منعا لحدوث حوادث. يبقى أنا بيتكلم عن إن أنا أستغل كل حاجة موجودة عندي. يبقى دي اسمها استغلال أمثل للموارد أو استخدام أمثل للموارد. سؤال رقم 6. تثقيف الفنيين أخلاقيا وتطوير أدائهم. عايز بقى كلمة تطوير أدائهم. بنحاول نطور من مستواهم، يبقى اسمها تحسين الأداء. قلناها قبل كده، تحسين الأداء. سؤال رقم 7. يسعى الفيلسوف إلى تحديد المبادئ التي تحرك الأفراد والدول كالعدل والمساواة. عندي مبادئ زي العدل مثلا، وعندي المساواة والحرية والنزاهة والشفافية. دي كلها مبادئ. طيب بيقول لك بقى لازم مرجعيتها الثقافية أساسا قانونيا. تصبح مرجعيتها الثقافية أساسا قانونيا تستمد منه الدول قوانينها. لأن عندي ثقافة، لازم أشوف الثقافة في الأول عشان أقدر إن أنا أجيب القيم اللي هي العدل والمساواة والحرية والنزاهة والحاجات دي كلها. يبقى معنى كده تحليل الواقع الثقافي واستخلاص القيم، اللي هي رقم 1. طيب نكمل. سؤال رقم 8. اللوائح والقواعد الخاصة. عايز بقى كلمة الخاصة دي مهمة قوي. بالمحامين، دي خاصة بالمحامين. قواعد خاصة بالمحامين تجعلهم يتصرفون لمصلحة عملائهم. دايما المحامي يتصرف لمصلحة العميل بتاعه. يبقى دي اسمها تحديد الأسس لأداء عمل المؤسسة. في ناس هتقول لي يا مستر وضع أسس ميثاق أخلاقي المهنة. لا طبعا. لما أنا قلت لك لما تكون حاجة خاصة، حاجة محددة، يبقى اسمها تحديد الأسس لأداء عمل المؤسسة. سؤال رقم 9. قام أحد العاملين في شركة ما بتقديم اقتراح للمدير. بقدم اقتراح للمدير عن تطوير الشركة، ازاي ممكن نطور الشركة. فقبل المدير اقتراحه وشكره لاجتهاده. خلي بالك كلمة اقتراح، تقديم اقتراح للمدير. يبقى أنا هنا اسمها حرية التعبير، إن أنا بعبر عن رأيي. اسمها حرية التعبير. السؤال رقم 10. يدعو روبرت أوستن المديرين أن يضعوا مصلحة المؤسسة. ركز بقى في كلمة مصلحة المؤسسة. دايما حط مصلحة الشركة في الأول. عشان كده دي اسمها تغليب المصلحة العامة، إن أنت دايما بتحط مصلحة الشركة في الأول. السؤال رقم 11. أشارت إحدى القواعد أن تلقي الموظف لرشاوي وهدايا. الحتة دي مهمة قوي. رشاوي وهدايا، بياخد رشاوي وبياخد هدايا.
لتيسير أعمال غير قانونية عشان يمشي الورق، وأن أي محاولة لابتزاز العميل تكون مخالفة لأخلاق المهنة. أنت كده بتخالف أخلاق المهنة. يدل ذلك القول على أحد القيم التي يجب مراعاتها. لازم تخلي عندك ضمير، لازم تخلي عندك أمانة. يبقى معنى كده الأمانة والنزاهة. أي موظف بياخد رشوة أو بياخد هدايا من العميل عشان يمشي له الورق، طبعا ده حرام عليه. يبقى معنى كده أنت لازم تخلي عندك ضمير، اسمها الأمانة والنزاهة. السؤال رقم 12، تمثل في تطبيق اللوائح والقوانين والقواعد بوعي ودراية. لازم يكون عارف القواعد والقوانين. وكمان بيقول لك توزيع محدد للأدوار. كلمة الأدوار وكلمة الأعمال التي يؤديها الموظف، إن في أعمال لازم تعملها، يعني في أدوار لازم تقوم بيها، يبقى اسمها طاعة ومسؤولية. أنت عليك مسؤولية ولازم تلتزم بيها، يبقى اسمها الطاعة والمسؤولية. السؤال رقم 13، يجب مراعاة كرامة الإنسان وأحاسيسه وجسده ومعاناته وما يمر به من ظروف. فالإنسان روح وجسد وإحساس. أي إنسان في الدنيا عنده إحساس. يبقى معنى كده اسمه البعد الإنساني، عشان كلمة روح وجسد وإحساس. يبقى معنى كده ده البعد الإنساني. والبعد الإنساني إن أنا لازم أحترم مشاعره، أحترم كرامته، يبقى اسمها البعد الإنساني. أي إنسان في الدنيا عنده مشاعر، عنده إحساس، عنده كرامة، لازم تحترمها. السؤال رقم 14، أصبحت قيمة أساسية في كل عمل إداري تتمثل في الحق في الاطلاع على الوثائق. أنا عايز بقى كلمة نشر التقارير الدورية. دايما تنزل تقارير دورية، والتعامل مع جميع الموظفين دون تمييز، وتعامل مع كل الناس من غير تمييز. يبقى دي اسمها شفافية ومساواة. شفافية والمساواة. سؤال رقم 15، الالتزام بتطبيق القواعد والقوانين للحد من كل صور الفساد. ما يبقاش عندي موظف فاسد. ومحاربة الجانب الذاتي والشخصي، وحارب أي جانب ذاتي أو أي جانب شخصي. يعني أي حد ياخد رشوة، أي حد يسرق من خزنة الشركة لازم يتعاقب. دي اسمها أمانة ونزاهة. كده خلصنا الدرس الثالث، ندخل على الدرس الرابع. يقول سارتر: إنني أسقطت حريتي على الأشياء، وحين أجد لها قيمة فهي ليست إلا انعكاسا لحريتي. ركز بقى في كلمة حريتي التي أراها فيها، أنا اللي شايفها. يبقى القيم بالنسبة لي إيه؟ ذاتية متغيرة. طالما أنا اللي شايفها يبقى اسمها ذاتية متغيرة، لأن الحرية بتختلف من إنسان لإنسان آخر. يبقى اسمها ذاتية متغيرة. الحرية الشخصية مختلفة من شخص إلى شخص تاني. ممكن بنت مثلا تقول لك حرية شخصية إن أنا ألبس لبس قصير براحتي خالص، أعمل اللي أنا عايزاه. واحدة تانية تقول لك لا، الكلام ده ما ينفعش، حرام. يبقى معنى كده الحرية تختلف من شخص إلى شخص آخر. السؤال رقم 17، الإنسان الفرد هو مقياس كل شيء، فما يراه خير هو خير بالنسبة له، وما يراه شر هو شر بالنسبة له. الخير خير بالنسبة لك والشر شر بالنسبة لك. دي اسمها ذاتية متغيرة برضه. ذاتية متغيرة. 18، يقول آدم سميث: لا ننتظر من الجزار أو بائع الخبز أن يوفر لنا عشاءنا بفعل الاهتمام بنا، مش عشان مهتم بينا، بل بفعل الفايدة. ركز بقى في كلمة الفايدة التي يجلبها توفير هذا العشاء لمصالحهم. ما بياخد فلوس. ما الجزار ده بتروح تشتري مثلا حتة لحمة بياخد فلوس، برضه بياع العيش لما تروح تشتري منه العيش بياخد فلوس. يبقى معنى كده هو بيفعل ذلك من أجل إيه؟ مصلحته. اللي اتكلم عن المصلحة هو بنتام ومل. بنتام، اكتب لك هنا كده، بنتام ومل، اللي اتكلم عن المصلحة. طب امال مسكويه؟ مسكويه افلاطون وارسطو الثلاثه بمعنى واحد اتكلموا عن ان القيم ثابته. القيم مش نسبيه، لا، القيم ثابته. والعقل هو الذي يميز الخير عن الشر. دايما امشي بعقلك، خلي عقلك هو المتحكم في كل حاجه. يقول ابن سينا: العقل البشري قوه من قوى النفس لا يستهان بها. لسه قايل لك ان كلمه العقل هنا ده ارسطو او مسكويه. يا اما تختار ارسطو يا اما تختار مسكويه، الاثنين صح. يبقى اكلمك عن ارسطو، وبرضه هكتب لك جنبها كده مسكوي. 20، يقول ديكارت أن رجل الخير الصحيح هو الذي يقوم بما يمليه عليه العقل الصحيح. تاني كلمة عقل صحيح. لما يقول لك كلمة عقل صحيح يبقى معنى كده بيتكلم عن مسكوي. لازم نحفظ الأسماء دي، ساعات ممكن تجيلنا في الامتحان وتلخبطنا. أو ممكن أرسطو، هكتب لك برضه جنبها أرسطو. طيب تعالى نتكلم عن السؤال رقم 21. تقتضيك الفلسفة أن تستغل كل مواردك الفكرية. بيتكلم عن مواردك الفكرية، يعني عقلك، تشغل عقلك. يبقى إنتاج
عقول ناضجة، إنتاج عقول ناضجة واسعة الأفق. طبعا ب وج ودال ما تنفعش خالص. يعني ب إنتاج شخصيات شجاعة وصريحة. فين الشجاعة هنا؟ أنا بقول لك شغل عقلك، فكر كويس. نفس الكلام إزالة التعصب، ما فيهاش تعصب هنا خالص، ولا تحقيق تقدم المجتمع. يبقى 3 ما ينفعوش أصلا. 22 في كتابه كيف نفكر بيكلمك عن واحد اسمه جون دوي. هو ذلك النمط من التفكير، ده عبارة عن تفكير والتمهل في إعطاء الأحكام وتعليقها لحين التحقق من الأمر. يبقى دي اسمها التفلسف. التفلسف معناها التفكير. كلمة التفلسف هكتب لك جنبها كده التفكير. هختار بس التفلسف الأول. كلمة تفلسف معناها تفكير. تعال نكمل سؤال رقم 23. حتى لو نظرنا إلى انفعالاتنا وتفضيلاتنا نجد لها طابعا أوليا أصيلا. كلمة أصيلا معناها ثابتا، يمكن اعتباره مستمدا من الفكر العقلي. بص بقى معايا كلمة فكر عقلي. فكر عقلي إن أنا دايما خلي عقلي هو المتحكم فيا. يبقى دي اسمها موضوعية مطلقة. اكتب لك جنبها كده مطلقة. طيب تعالى نتكلم برضو عن سؤال رقم 24. يقول الحكيم يسوب من يمشي دوما وراء الآخرين. لو أنت ماشي وراء الناس لن يكون له مبادئه الخاصة. اوعى تمشي ورا حد، خلي دايما ليك مبادئ خاصة بيك. يبقى دي اسمها استقلال ذاتي. استقلال ذاتي، مش تسامح. لا مش تسامح طبعا. تسامح معناه ان انا لما تغلط فيا اسامحك. ان احنا ممكن مثلا نغلط في بعض بس بعد كده نرجع نتصالح تاني، ده اسمه التسامح. الحرية الإنسانية لا، الحرية الإنسانية اللي هي الاختيار، ان انا ممكن قدامي كذا حاجة اختار اللي انا عايزه. يبقى دي اسمها حرية إنسانية. طب حب المعرفة لا، حب المعرفة واحد بيحب يعرف كل حاجة، واحد بيحب يسأل كتير. يبقى استقلال ذاتي. سؤال رقم 25 يقول دوستويفسكي ما ينبغي أن يشبه الإنسان جمهرة الناس. اوعى تشبه حد، كن مختلفا. خليك بقى مختلف، خليك إنسان مختلف. يبقى دي اسمها الاستقلال، إن أنت تبقى إنسان مختلف. يقول فرانسيس بيكون القراءة تصنع إنسانا كاملا. القراية دايما بتصنع إنسان كامل. تحب القراية، تحب تقرأ كتير. والمشورة تصنع إنسانا مستعدا. والكتابة تصنع إنسانا دقيق. الناس اللي بتحب القراية والكتابة دي عندها قيمة اسمها البحث عن الحقيقة. اسمها البحث عن الحقيقة. كلمة البحث عن الحقيقة معناها حب المعرفة، إن واحد بيحب يعرف كل حاجة، بيحب يسأل كتير، عنده كتب كتير. تعال نكمل سؤال رقم 27. يقول غاندي الاختلاف في الرأي، إن احنا نبقى مختلفين مع بعض، لا يؤدي للعداء، بس ما يتقلبش العداوة، إلا لكنت أنا وغيري من ألد الأعداء. يعني ما ينفعش إن احنا نختلف مع بعض ونقعد نشتم بعض ونضرب بعض. ده اسمه قيمة التسامح الفكري. قيمة التسامح الفكري. يقول ويليام جيمس كل ما يؤدي بنا للنجاح حقيقي. أي حاجة بتوصلك للنجاح حقيقي. فاكر أنت كلمة النجاح معناها البراجماتية. الناس دي كانوا عايزين دايما الإنسان يبقى ناجح، عايزين الإنسان يبقى متفوق. يبقى معنى كده دي اسمها البراجماتية. سؤال رقم 29 يقول دينيس لطالما اعتقدت أن الاختيار هو ما يفصلنا عن سائر الكائنات. الإنسان بنحاول أن هو يختار الحاجة اللي هو بيحبها. يبقى اسمها حرية إنسانية. حرية إنسانية. سؤال رقم 30 من الأقوال المأثورة ليست الشجاعة أن تقبل الرأي الذي يعجبك، بل الشجاعة بص بقى بيقول لك تقبل الرأي الآخر. لما نحترم بعض ونحترم رأي بعض دي اسمها قيمة التسامح، إن احنا دايما نحترم بعض. 31 يؤكد باولو فراري أنها الفضيلة التي تعلمنا كيف نعيش مع من يختلف عنا، إنه يعلمنا عن طريق المختلف واحترام. بص كده كلمة احترامه تاني، لما نحترم بعض ونقدر بعض دي اسمها قيمة التسامح. السؤال بيتكرر تاني، قيمة التسامح. 32 آخر سؤال يقول هانتر ميد إذا كانت لدينا معادلة س بيساوي ص تليها معادلة ص بيساوي ع، فعندئذ يكون من الصواب أن نستنتج أن س يساوي ع. دي معادلة طالما فيها رياضة وفيها قوانين يبقى دي اسمها لا خلينا نقولها تاني. يقول هانتر ميد إذا كانت لدينا معادلة س بيساوي ص تليها معادلة ص بيساوي ع، فعندئذ هنستنتج في الآخر إيه بقى؟ إن س تساوي ع. دي نتيجة، يبقى أنا عندي مقدمات هوصل لنتيجة، دي اسمها الترابط. طب إمتى اختار تطابق؟ لما يقول لك إن الحاجة دي موجودة في الواقع يبقى اسمها تطابق، يعني موجودة في الواقع. طيب إمتى اختار براجماتية؟ كلمة براجماتية كده دايما بكلمة النجاح، إن أنا عايز أبقى ناجح ومتفوق، يبقى دي اسمها براجماتية.
كده احنا الحمد لله خلصنا مراجعه الفلسفه. حلينا النهارده اكتر من 100 سؤال، حلينا على الفلسفه كلها. مستنيكم ان شاء الله في مراجعه المنطق. اشوفكم على خير.